بص يا جماعة، نزلت النهاردة وقلت هشتري مشترياتي من قدام الباب، يعني مش هروح بعيد. بسأل على الأسعار، لقيت الأسعار عدت البحار. قلت لا، ما بدهاش عليا وعلى سوق الغلابة في امبابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال. احنا رايحين فين دلوقتي يا مامتي؟ احنا دلوقتي فوق الكوبري ماشيين على النيل، جايين من رمسيس، دلوقتي رايحين سوق الغلابة في امبابة. قبل ما نبدأ كده، حابة أشكر كل متابعيني على دعمهم ليا وعلى التعليقات الحلوة. ربنا يسعد قلوبكم ويكبر بخواطركم وما تحرمش منكم أبدا، ولا تتحرموا مني كمان. بصوا بقى، أنا دلوقتي زي ما بقول لكم رايحين دلوقتي على السوق ده كل يوم هننزل في محطة الوحدة أو محطة السوق، وهنشوف بقى الأسعار هناك مفاجئة. تعالوا بقى ما نشوف الأسعار هناك في سوق الغلابة في امبابة، ونشوف المشتريات اللي أنا اشتريتها بالأسعار. وصلنا سوق امبابة والحمد لله. يعتبر سوق امبابة ده من أكبر الأسواق في جميع أنواع الخضار والفراخ واللحمة. بسم الله ما شاء الله، السوق كبير. وكل يوم زي ما أنا قلت لكم، يعني اللي معاها 10 جنيه هتروح تشتري بيها طلبات ومشتريات من هناك يا جماعة، لأن بيبقى فيه الأسعار بتختلف حسب جودة الخضار. بيبقى فيه ب3 جنيه الطماطم، وب5 جنيه، وفي ب10 الطماطم، وفي ب15 اللي هي الطازة يعني. ما شاء الله الأسعار هناك، يعني من في بتنجان ب3، في بصل ب3 أنا شفته. يعني في جميع أنواع الأسعار موجودة هناك في السوق، وأسعار الفراخ وأسعار السمك وأسعار اللحمة روعة جدا. يعني أنا ما شفتش أرخص سوق في اللحمة والفراخ زي سوق امبابة. هسيب لكم لينك الفيديو في جميع أنواع الأسعار في أول تعليق مثبت. برضو بالنسبة لأسعار الزيتون، هناك الزيتون بسم الله ما شاء الله عليه جميل جدا، والناس كلها كانت بتشتري. كانت أسعاره بتبدأ من 30 جنيه لحد 50 جنيه الزيتون. كل اللي عايز زيتون يا جماعة هناك في الموقف جنب موقف الميكروباصات هتلاقوا ناس قاعدة بزيتون كتير، والأسعار بتاعته حكاية. تعالوا بقى ما نشوف المشتريات اللي أنا اشتريتها من سوق امبابة. أنا مرضتش أكتر وأجيب مشتريات كتير، لأن انتوا عارفين إن أنا كل يوم بروح سوق شكل، فبحب ان انا اشتري يعني ايه الحاجة بتاعتي فريش او طازة. بصوا بقى المشتريات اللي انا اشتريتها من سوق امبابة. تعالوا ما نشوف الاسعار بتاعتها عاملة ايه. بصوا بقى، لما لقيت الفلفل هناك رخيص قلت اما اجيب نص كيلو. هناك الفلفل بيبدأ من 12 جنيه وفي ب10 جنيه. جبت من ابو 10 اللي هو الكبير ده نص كيلو ب5 جنيه. حلو يعني، بيمشي حلو، بس مش حامي، لان انا جيت طبخت بيه امبارح ما لقيتهوش حامي يعني، بس حلو. يعني ينفع للسلطة، هيبقى جميل، وينفع برضو للأكلات اللي انت عايزة تحطيه، يعني يعتبر زي الفلفل الرومي. جبت برضو بسم الله ما شاء الله بطاطس زي ما انتوا شايفين كده. هناك البطاطس يا جماعة بتبدأ من 10 جنيه، والله من 10 جنيه لحد فوق لحد 24 و25 جنيه. بس ديت ام 10 جنيه اللي انا جايباها دي. بصي فيها عيب بسيط، هتقولي لي يعني انت بتجيبي زبالة زي الناس اللي بتكتب لي يعني في التعليقات انت بتلمي زبالة. دي مش زبالة، دي نعمة ربنا، وما تقوليش عليها كده، في ناس مش لاقيينها. بصوا بقى الحتة اللي انا بقول لكم عليها العيب اللي في البطاطس، بصوا انا قشرتها عشان اوريكم. بصوا قشرة، يعني هي قشرة من بره مش من جوه خالص البطاطس. يعني اما تكون ب10 جنيه وفيها حاجة زي كده، وايه يعني انا اشتريها ب10 جنيه لما اجيب لي كيلو ونص ب15 جنيه؟ مش احسن لما اجيب كيلو ب25؟ جميلة والله، جميلة ما شاء الله عليها، حلوة. جبت كيلو ونص زي ما انتوا شايفين كده ب15 جنيه. فيها ايه؟ حاجات بسيطة. انا عارفة اللي هي من القشرة من بره. في ناس بتفتكر اللي هي بايظة ومش حلوة، لكن لا، هي حلوة. بصوا بقى البصل، هناك البصل فيه 3 ب10 وفيه ب10، حسب بقى كل جودة الخضار هناك، وحسب كل واحد ومقدرته والفلوس اللي معاه. يعني انت لو مقدرتك تشتري حاجة فريش وطازة، هاتي الحاجة الغالية. مقدرتك اللي انت معكيش تجيبي الحاجة الفريش وهتاخدي حاجة مثلا بقالها يوم او يومين بس سعرها كويس وعلى قد الايد وعلى قد فلوسك، خلاص. وايه يعني ما فيهاش حاجة انك تجيبي يعني الحاجة فيها اي عيب، مش مهم. يعني مثلا جايبة الخيار كبير شوية بس ب10 جنيه، في خيار الخيار وصل ل20 جنيه. هناك في ب10 وب15. وكل اللي عايز يعرف الاسعار ومن بق البياعين هيخش على اللينك، انا اسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت.
بص بقى الطماطم هناك بسم الله ما شاء الله برضو بتبدأ من 10 جنيه ومن 5 جنيه لحد 15 و17 جنيه. الطماطم اللي قدامكم دي انا جايبها ب10 جنيه، حلوة مش وحشة ما شاء الله عليها. بشوف الحاجة اللي على قد مستلزماتي وعلى قد فلوسي وبجيبها، زي ما بقول لكم كده، على قد لحافك مد رجليك، والحمد لله. بص برضو الفراخ هناك رخيصة جدا في سوق امبابة، والله انا اتصدمت. يعني هناك الفراخ ما شاء الله في ناس قالت لي ب65، بس انا بقى لقيت واحدة كده ست يعني كويسة ارتحت لها، قالت لي ب70 جنيه، بس جبت منها. جبت كيلو الفراخ البيضة ب70 جنيه، 2 كيلو قاطعين 140 جنيه. بس بسم الله ما شاء الله، يعني نفسها حلو، الناس كلها شكرت فيها، انا مصورها لكم برضو في الفيديو. والحاجة بتاعتها نظيفة. بص الفراخ، تبصوا في الفراخ كويس يا جماعة، لقيتوا فيها ازرق من الوراك او ازرق من البطن، دي تبقى واخدة حقن مية، بيحقنوها مية علشان توزن في الميزان، وتبقى معاكم بدل 2 كيلو يبقى 2 كيلو ونص، او بدل كيلو تبقى كيلو ونص، توزن. ما شاء الله ديت حلوة وانا بصيت فيها مفيهاش اي حاجة خالص. اهم حاجة برضو تختاروا البياع اللي انتوا تشتروا منه الفراخ. ما شاء الله الحاجة ديت اللي انا اشتريتها من السوق، ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. اشوفكم في مشتريات تانية كتير، اسيبكم على خير، مع السلامة.